عشان متعودين زي زمان الخطه الخمسيه يعني. اللي انا نفسي اعمله ان انا اعمل بطوله دوليه مجمعه. في فرق انت لما تعلمي حد وهو سادد ودانه، وفي فرق ان هو عايز يتعلم. يعني انا ساعات بخش النادي هنا الساعه 6:30 الصبح. اما انا قبل العسكريه ان انا كنت برضو سباح. في صباح الخير يا سموحة. الحقيقة إنه لكل مؤسسة ناجحة قائد ناجح واقف ورا المؤسسة دي، ولكل فريق عمل ناجح ومجتهد إدارة ناجحة كانوا كلهم مجتهدين فيها. إحنا بنستضيف الشخصيات البارزة الناجحة اللي سابت أثر وعلامة في النادي، ومن الشخصيات دي ضيفنا النهاردة هو ضيف مؤثر جدا وناجح جدا في مجاله، والجميع بيشيد بإنجازاته اللي عملها في نادي سموحة في المجال بتاعه. طبعا الحقيقة إنه كمان تتمنى إنه يكون صديق شخصي ليك. معانا ومعاكم العميد أحمد حرازي، مدير مجمع حمامات السباحة في نادي سموحة. أهلا وسهلا بحضرتك يا ست العميد. اهلا بحضرتك يا فندم، وميرسي على المقدمة الجميلة دي. الحمد لله عامل إيه؟ تمام بخير الحمد لله. الحقيقة إن لما بيذكر مجمع حمامات نادي سموحة بيذكر اسم حضرتك على طول يا ست العميد. الحمد لله. سؤالي بقى لحضرتك، إيه علاقة العميد بحمامات السباحة في نادي سموحة؟ هو العميد ده كوظيفة، ان انا كنت راجل في القوات المسلحة في القوات البحرية. دي خدمتي العسكرية وشغلي الاساسي. اما انا قبل العسكرية ان انا كنت برضو سباح، وكنت بلعب سباحة وبلعب زعانف وبلعب كرة مية وبلعب خماسي حديث. واستمريت وانا لما اتخرجت من الكلية وان انا بشتغل في القوات البحرية ان انا برضو وزلت كنت موجود في الساحه الرياضيه لالعاب الماء، سواء كنت حكم سباحه او كنت في اتحاد من اتحادات رئيس لجنه فنيه، رئيس لجنه حكام. لما جيت طلعت من الخدمه ما بنقعدش، يعني احنا بنطلع سننا صغير يعني، فحبيت اشتغل في المجال. فكان في 2015 كان نادي وانا كنت شغال اوريدي ان انا لما طلعت برضو في المجال الرياضي ان انا كنت منظم البطولات الدوليه للاتحاد المصري للخماسي الحديث والاتحاد المصري للتراسنال، بطولات عالم وبطولات افريقيا وبطولات عربيه. حضرتك سباح اصلا ست العميد. طب بتحب تسبح الصبح ولا بالليل؟ بص يا فندم، هو العرف الحلو قوي الصبح ده بتاع ربنا. الصبح بدري، يعني حضرتك كائن صباحي. كائن صباحي ومسائي بس الاحلى الصبح. طقوسك بقى ايه؟ يعني بتصحى الصبح مثلا قبل ما تنزل شغلك بتسمع مثلا فيروز، بتعمل فطار، يعني ايه الطقوس اللي العميد احمد حرازي بيعملها عشان يبدا بقى يوم الشغل الطويل الكفاح؟ ايه طقوس؟ لا احنا متعودين يا فندم بدايتنا اذان الفجر. ده يعني بدري قوي. اذان الفجر لازم نصحى وربنا يكرمنا ويديم علينا نعمه ان احنا نصلي الفجر، وهي الارزاق بتتوزع الصبح بدري قوي اكيد. وربنا بيكرم اي حد الصبح وتبقى دعوه مستجابه. تسمعي شويه قران، شربي المشروب المفضل بتاعك، وبنزل اروح شغلي من بدري. يعني انا ساعات بخش النادي هنا الساعه 6:30 الصبح. يا نهار ابيض، بدري قوي. وممكن العمل يمتد لغايه الساعه 12 بالليل. يعني حضرتك بتفضل من 6:30 الصبح ل 12 بالليل في شغلك. وده كانت البدايه. اول ما فتحنا كان اول يوم ليا في النادي هنا 1/6/2015. بدايه الشغل الفعلي في مجمع السباحه الاولمبي 8/6/2015. كنا لسه المجمع ما كانش مؤهل ان هو لسه يشتغل في 2015. ان احنا اشتغلنا على سهوه لما حمام اللي هو بقى مجمع احمد عصام دلوقتي حصلت فيه مشكله، فقال لك مضطرين نشغل الحمام ده. وحضرتك طبعا عارف يا سياده العميد ان ما فيش حد بينجح لوحده. طبعا لازم فريق عمل مجتهد يقف ورا الاداره وورا المؤسسه اللي احنا شغالين فيها. فهل حضرتك كنت محظوظ بفريق العمل اللي شارك مع حضرتك يعني، ولا كان ادائهم متوسط فغيرتهم فعملت ايه؟ لا هو ما فيش حد بينجح لوحده. ايوه. لولا ان انا معايا تيم شايلني، بس هو في ميزه ان هو طلب ان هو يتعلم. ايوه. في فرق انت لما تعلمي حد وهو سادد ودانه، وفي فرق ان هو عايز يتعلم. ايوه. فكل الناس اللي معايا كانوا شباب لسه متخرجين، ما كانوش متطبعين بطبع اي حاجه، لسه متخرجين وجايين يشتغلوا هنا على مختلف التخصصات.
قدرنا ان احنا نعمل هيكل تنظيمي للعمل، وقدرنا ان احنا نعمل مهام لكل واحد ايه ويبقى عارف مهامه. وهم مستمرين مع حضرتك من البدايه ولا اتغيروا؟ لا، في مجموعه كبيره مستمره معاه. المجموعه ديت هي يعني اللي شايله المجمع وشايله مجمعات السباحه، لان احنا الاول كنا لما انا دخلت النادي دخلت على مدير مجمع السباحه، فقدرنا ان احنا نخرج من كل واحد ايه الحته الكويسه اللي عنده. انت النهارده بتشتغل فوتوشوب، فكونتوا فريق عمل ناجح. اعمل لي صيانات، انت بتعمل لي مش عارف ايه، اعمل لي الديزاينات بتاعتك، انت مش عارف موهوب في ايه، اعمل لي انت سوشيال ميديا الصفحه بتاعتها. واحنا الحمد لله عندنا صفحه على الفيسبوك عليها 20,000. انا كنت لسه هسأل حضرتك دور المواقع التواصل الاجتماعي، يعني هل في تواصل ما بين حضرتك والإدارة ومجمع حمامات السباحة بالأعضاء من خلال صفحات التواصل الاجتماعي؟ بتوصلوا لهم الجديد أول بأول اللي انتوا بتعملوه، فعاليات، أنشطة ما إلى ذلك، يعني بتوصلوا لهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟ احنا عندنا، أنا في 2015 جات الفكرة إن احنا نعمل جروب مجمع السباحة الأولمبي، بحيث إن احنا بننزل كل تفاصيل المجمع، سواء بقى إن احنا عندنا أنشطة، سواء ان احنا بنعمل صيانات، سواء ان بننظف، عشان يبقى الناس عارفه برضو مجهود الناس اللي شغاله عامل ازاي، وبرضو يبقى عارفين ايه اللي بيحصل عندهم. بنغير بلوك ستارت، بنغير حبال، بنغير مش عارف ايه، حاجه بايظه اتعملت، نظافه. فالحمد لله قدرنا ان احنا نوصل بالكلام ده كله، ومعانا المركز الاعلامي بتاع النادي يعني بصراحه عامل مجهود جبار جدا، واحنا برضو بنغذيه بالداتا بتاعته، بس هو معانا على طول. الحاجات اللي هو مش معانا احنا بنغذي وبناخد منه برضو وبنديله. فالدنيا كلها لازم تتشاف عن طريق السوشيال ميديا النهارده. ايوه. طب يا ست العميد، من الساعه 6:30 الصبح للساعه 12 بالليل ما بتحبش مثلا تفصل تسمع اغنيه؟ لا، هو مش كل يوم ببقى موجود من 6:30 ل 12 بالليل، بس ايوه صادقين. الكلام ده بيحصل مثلا معانا لما يكون عندنا بطوله، عندنا ايفنت مهم، عندنا القصه دي كلها. لكن في طقم شغال كويس، في طقم صباحي، وفي طقم مسائي، وفي طقم ليلي شغال. في اغنيه لكريم محمود بتقول امانه عليك يا ليل طول وهات العمر من الاول. سياده العميد احمد حرازي لو عد العمر بيه من الاول وبص كده للي هو عمله، ايه اللي كان نفسك تعمله وايه اللي ندمان ان انت عملته؟ والله اللي انا نفسي اعمله يعني احنا الحمد لله يعني كمال لله وحده، احنا عملنا يعني حاجات كتيره في المجمع ما كانتش اصلا معموله لولا معانا مجلس الاداره، ولولا معانا الاداره التنفيذيه ان هي سايبانا شغالين بكامل راحتنا. احنا عايزين نطور معانا، عايزين يعني احنا طورنا منظومه الساعه الالكترونيه دي 4 مرات، لدرجه ان احنا وصلنا ان احنا ربطنا منظومه ساعه الالكترونكس ببرنامج الميت مانجر بتاع المسابقات. وده كان طفره كبيره جدا. ان اللي قاعد على الشاشه الرئيسيه دي كده بيشوف التصفيه بتاعت ابنه، وبيشوف اسمه، وبيشوف رقمه، وبيشوف ترتيبه والقصه دي. اللي انا نفسي اعمله ان انا اعمل بطوله دوليه مجمعه، سباحه وكره ميه وغطس. ان احنا نعمل بطوله سموحه الدوليه لالعاب الماء، نجيب فرق من خارج مصر انها تعمل بطوله سباحه، وفي نفس الوقت نعمل بطوله غطس، في نفس الوقت نعمل باليه مائي ونعمل كره ميه. مجمع الامكانيات اللي فيه تعمل الكلام ده. وعندنا حاجه متضافه عليها، الفندق اللي موجود عندي في مجمع السباحه بالظبط. يعني الفندق الفيو بتاعه حمام السباحه عندي، والناحيه الثانيه النادي. فانت الفرق بتاعتنا، الفرق كلها تقعد فيه وتنزل. وفعلا احنا في كاس مصر مثلا بتيجي في ناس عايشه في دبي بتيجي تقعد فيه وبتنزل. يعني الحمد لله، يعني ده امنيتي ان انا اعمل الكلام ده. والاول كنا بنعمل ميتنج قبل البطوله، ودلوقتي مش احنا عندنا بطوله خلاص. انا بقول بطوله خلاص، ولا بعمل ميتنج ولا حاجه، كل واحد عارف ايه اللي يخصه وايه اللي ده وايه اللي هيعمله. الدنيا الحمد لله. فدي كانت طب يا سياده العميد، حضرتك ذكرت في كلامك المركز الاعلامي ازاي بيتعاون مع الاداره مع حضرتك في الشغل، في التطوير، في انه يبين شغل مجمع حمامات السباحه. ايه تاني ادارات في انسجام ما بين مجمع حمامات السباحه وادارات تانية في نادي سموحه؟
بصي في اداره يعني بجد انا بشهد لها باللي هي بتعمله الايام دي في النادي، يعني الاداره الهندسيه قايمه معانا بمجهود، يعني اختلفنا اتفقنا مع بعض. يعني هم غير ان هم شايلين النادي، انا هتكلم عن اللي يخصني بس، لا هم عاملين مجهود جامد جدا معانا، سواء في معالجه الميه او في الصيانات اللي هي الخارجيه بقى، الدهانات والحاجه في الاوليميتان باظت، حاجه طوبه باظت، ازاز عايز يتغير بتاع، فورا الكلام ده بيتحل، يعني ما فيش حاجه بتستنى يعني. ايوه الاداره الطبيه طبعا، ان ايوه احنا عندنا على كل حمام سباحه، احنا اقول لحضرتك حاجه، احنا مطبقين زي ما بيقولوا الكتاب، عياده على حمام السباحه يبقى في عياده على حمام السباحه، تجهيز العياده يبقى تجهيز العياده على حمام السباحه، كل العياده عليها اجهزه اكسجين وسكر وضغط وكل المستلزمات. اداره الامن طبعا، احنا من غير امن مش أيوة هينفع طبعاً. ننظم حالنا. طبعا الامن مساعدنا جامد جدا، وخصوصا لما يكون عندنا ايفنتات زياده مع التنسيق مع مدير الامن، ان هو بيجيب لنا دعم زياده، بيجي يقف معانا بتاع الكلام ده كله، بينظموا معانا. دي الادارات اللي هي اللي بتتعاون مع حضرتك، بتتعاون معانا. ومعانا النشاط الرياضي طبعا، يعني مبني على الجهاز الفني، ان هو طبعا ليه طلبات، احنا بقى ده العكس، احنا اللي بننفذ له طلباته. انا عايز يعمل تقييم، بنعمل له تقييم على اعلى مستوى، عايز يعمل حاجه، لان برضو الحاجات دي كده برضو لها رولز. ليها رولز ايه؟ ان دلوقتي يعني احنا النهارده الصبح كان عندنا تقييم غطس، لازم عربيه اسعاف تبقى موجوده، لازم دكتور موجود، لازم يبقى مسعف موجود، لازم الامن موجود، لازم انقاذه معاه الشهاده بتاعته موجود، نجهز له اللي هو عايزه. عشان كده الحمد لله زي ما حضرتك قلتي في الاول، مفيش حد بينجح لوحده. ايوه بالظبط. طب يا سياده العميد، دايما حضرتك هتلاقي اللي بيقول لك انت عايز تبقى فين كمان 5 سنين، شايف نفسك فين كمان، مش عارفه اشمعنى كلمه 5 سنين، ليه مش 10 سنين مثلا؟ ولا عشان متعودين زي زمان الخطه الخمسيه. ايوه يعني ايوه، او يمكن بيخمسوا عشان الحسد، انا مش عارف أيوة. يعني بجد والله. حضرتك بقى شايف يعني مع نادي سموحه صرح مهم يعني في الصروح الاجتماعيه في مصر، هل يعني كمان 5 سنين ممكن نشوف ايه في مجمع حمامات نادي سموحه؟ وبالذات بقى انا عايزه اشير لحضرتك لحاجه، ان في 10 سنين عدت بنحتفل بيها على حمام السباحه الاولمبي، فحضرتك شايف يعني الرؤيه المستقبليه عباره عن ايه؟ والله الرؤيه المستقبليه هنرجع تاني لمرجعنا، ان يعني احنا الحمد لله بالسيستم اللي راكب والكلام ده بشهاده الجميع، انا ما عنديش منافس داخل جمهوريه مصر العربيه. يعني ما فيش حد عنده ساعه ثابته بشاشه عرض، الكلام ده كله موجود. احنا في صدد ان احنا نعمل ابجريد للساعه الالكترونيه، والحته اللي انا بقول لحضرتك ده عليها، ان انا يبقى عندي حدث زي كل سنه، زي ما احنا كنا سباحين وزمان نسمع عن بطوله درمشتات، بطوله مش عارف ايه، بطوله ايه، نفسي اوصل ان احنا نعمل بطوله سموحه الدوليه لالعاب الماء، وما تبقاش مقتصره على السباحه بس، سباحه باليه مائي، الغطس، ووتر بولو. احنا بنعمل أيوة. هنا ملعب ووتر بولو، يعني الحكام اللي بيجي دي بتسافر بتحكم اولمبيك جيمز، يعني بيشيدوا الحمد لله الحمد لله. هستاذنك مش هوجه بس الكلمه لاعضاء نادي سموحه. اعضاء نادي سموحه هنا يمكن الحمد لله في ال10 سنين اخواتي واصحابي وبشهادتهم الحمد لله ما فيش حد رفع سماعه التليفون الا استجبنا ليه. وكمان انا يعني بقول لهم لو عندكم ملحوظه قولوا لي، لو في كومنت انا بمشي ورا الكومنت ده، وممكن اكلم الادمنز واقول له لا وجهه النظر ايه صح وانت عندك حق وهنعمله يعني. فاحنا هنا كلنا قاعدين لخدمه اولاد نادي سموحه والخدمه نادي سموحه في كل الطلبات اللي هي المعقوله المسموح بيها. أيوة. يعني ممكن تكون الطلب يعني فوق شويه او ما ينفعش ان هو الطلب، برضه احنا من النوع اللي بنواجه. أيوة. مش بنواجه بالصدام، لا احنا بنواجه، بنعرف نكلم حضرتك
لو ايه المكتب مفتوح طول الوقت، التليفون مفتوح، تعالى يا فندم وايه وبنشرح له. ده بالنسبه للاعضاء، وهم يمكن اخواتي وحبايبي، وانا يعني بكن لهم كل الاحترام والعشره ال10 سنين دول. مجلس الاداره. ايوه، كلمه لمجلس الاداره. مجلس الاداره يعني احنا لما بنعوز نجيب حاجه عن طريق مجلس الاداره بيصدق. يعني انا في حاجات انا عايز اجيبها، تجيبها دلوقتي. يعني وصلنا لدرجه متعاونين جدا دلوقتي. ايوه، خليها تيجي، اعمل. يعني احنا قبل بطوله كاس مصر اللي فاتت، يعني كان عندنا كذا حاجه عايزه تتعمل، فورا اتعملت. كشافات ركبت عشان ماتش الوتر بولو، بوك ستارت جديد، ابلود للساعه، يعني والناس فعلا دخلت شافت الكلام ده، كانت شايفه حاجه لقيت حاجه في خلال اسبوع، يعني ده ما بتحصلش يعني. ايوه فلولا أيوة. الحمد لله، ودي ودي تعاونهم يعني. تعاونهم وثقه في الواحد يعني برضه الحمد لله. يعني من أكيد. الطلب اللي بطلبه مش هبان. فانا بوجه لمجلس الاداره بالكامل كله شكري ليهم. في كل الوقت ما بنرفعش سماعه التليفون الا لما يعملوا لنا اللي احنا عايزينه. الحد المهم قوي رجالتي وناسي اللي هم شايلين الشغل هنا فعلا. والموضوع مش سهل والله، الموضوع مش سهل. ان احنا نلاقي حبال في الميه بتتكسر وبتتصين، وبنلاقي جداول بتتعمل، وبنلاقي موضوع صعب جدا. والساعه الالكترونيه، وعندنا عناصر شابه جميله جدا. واحنا بنعمل انا بعمل صف تاني. ايوه، لان طبعا انا مش هدوم في المكان، اكيد هيجي وقت ان انا هتحرك من المكان، سواء هروح يعني هروح مثلا في بوزيشن تاني جوه النادي، هروح بره. سنه الحياه تغيير. أيوة. هنلاقي في صف تاني. ممكن بقى شباب ممكن يبقى مدير مجمع بدل ما نجيب حد من بره، او ده ان هو فاهم بيعمل ايه طول النهار. ايوه، اتعلم وتودك وبقى قد المسؤوليه. طبعا يا سياده العميد احمد حرازي، انا فخوره جدا باللقاء ده وسعيده جدا بيه. وحضرتك شرفتنا في بودكاست نادي سموحه، ومش هيبقى اخر لقاء اكيد، لان انجازات حضرتك في الحمامات السباحه في نادي سموحه ما بتتوقفش. حضرتك يعني دايما بنسمع عنك كل خير. فانا اتشرفت بحضرتك وباللقاء ده، وسعيده بيك جدا. انا اللي اتشرفت بحضرتك، وبشكر المركز الاعلامي، وبشكر تاني اداره الامن معايا، والاداره الهندسيه، والاداره الطبيه، النشاط الرياضي، الجهاز الفني، الالعاب الماء. وان شاء الله احنا بنوعدكم ان احنا دايما لازم هيبقى فيه جديد عشان ما نزهقش من شكرا لسياده العميد، الف شكر.